في الفيديو ده هنشرح ال evaluation matrix في ال classification. هنفهم ال confusion matrix، ال precision وال recall والفرق ما بينهم، ال F1 score وال accuracy. أول حاجة، إحنا ليه بنحتاج ال evaluation matrix؟ بعد ما بنعمل training لل classification model بنحتاج نجاوب على سؤال: هل الموديل ده ال performance بتاعه كويس؟ ال evaluation matrix بتساعدنا إن إحنا نشوف ال performance بتاع الموديل أو نقيس ال performance بتاع الموديل. نفهم الموديل بيغلط في إيه، ونقارن ما بين المودلز المختلفة ونقرر هل الموديل ده نقدر نعتمد عليه ولا لأ، ونشوف هل الموديل ده reliable ولا لأ. وده سؤال مهم جدا لو أنا بشتغل في fields حساسة جدا زي مثلا الميديكال فيلد، وأنا عايزة أحدد مثلا إنه هل المريض ده عنده كانسر ولا لأ باستخدام موديل معين. فالأسئلة دي مهم إن أنا أجاوب عليها، والإيفالويشن ماتريكس بتساعدني إن أنا أجاوب على الأسئلة دي. في أي classification model كنا بندخله input وبيطلع لي prediction، زي مثلا إن هو يطلع لي الإيميل ده سبام ولا نوت سبام، يطلع لي إن الشخص ده عنده مرض ولا لأ، يطلع لي إن الصورة دي فيها قطة ولا كلب، fraud ولا not fraud. كمان كل الحالات دي هي binary classification، يعني عندي 2 classes بس النتيجة هتبقى حاجة من الحاجتين. طيب، مصطلحين مهمين جدا نعرفها عشان نعرف هنقيم إزاي. الجراوند تروث هي القيمة الحقيقية اللي موجودة في البيانات. البريدكشن دي هي القيمة اللي الموديل بيطلعها. في الايفالويشن ماتريكس احنا بنقارن الجراوند تروث هي القيمة الحقيقية دي مع البريدكشن اللي بيطلع من الموديل. هنبدأ بالconfusion ماتريكس. الconfusion ماتريكس هي الحقيقي هي مبنية عليها أو مبني على أساسها باقي الايفالويشن ماتريكس، فمهم جدا ان انتوا تبقوا فاهمينها كويس. طب هي عبارة عن ايه؟ هي visualization method، عبارة عن تيبل كده بحط فيه عدد الحالات اللي الموديل جابها صح وعدد الحالات اللي الموديل جابها غلط، عن طريق ان انا بقارن طبعا الجراوند تروث بالبريدكشنز اللي طلعت من الموديل. طيب، عايزين نشوف الاستراكشر بتاعها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين احنا عندنا هنا binary classification problem، يعني عندي 2 classes بس. افترضنا هنا ان المشكله عندنا ان احنا عايزين نحدد حاله الشخص ده هل هو عنده كانسر ولا ما عندوش كانسر. طيب، هنفترض انه لو حاله الشخص ده ان هو عنده كانسر هنقول عليه بوزيتيف كلاس، ولو هو ما عندوش كانسر هنسميه نيجاتيف كلاس. عندنا هنا الكونفيوجن ماتريكس بيبقى موجود على محور من المحاور الجراوند تروث اللي هي القيم الحقيقيه فعلا للشخص ده، وعندنا على المحور الثاني القيم اللي الموديل طلعها. اول حاجه، لو الجراوند تروث اللي هو هاز كانسر او البوزيتيف كلاس اهو، وقارناه مع البريدكتيف طالع من الموديل في السيل دي هاز كانسر وهاز كانسر، يبقى الاثنين متطابقين ان الحقيقه مع اللي قاله الموديل، يبقى كده النتيجه اللي طلعها الموديل تعتبر ترو. طيب، هو الموديل قال كلاس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا، هو قال ان عنده كانسر، يبقى كلاس بوزيتيف، يبقى ترو بوزيتيف. يبقى اول قيمه اللي هي التي دي بتعتمد على النتيجه اللي طلعت من الموديل هي صح ولا غلط. لو صح بقول ترو، ولو غلط بقول فولس. بما ان هما الاثنين متطابقين هقول ترو. بما انه الموديل قال الكلاس البوزيتيف اللي هو هاز كانسر فهتبقى بي. طيب، نشوف حاجه كمان. لو الجراوند تروث هاز كانسر واللي طالع من الموديل predicted هنا doesn't have cancer، فلو قارنا الاثنين مع بعض هنلاقيهم مختلفين، يبقى كده البريدكشن غلط، يبقى هنقول فولس. طيب، هو الموديل قال الكلاس البوزيتيف ولا قال الكلاس النيجاتيف؟ لا، نبص كده، هو قال الكلاس النيجاتيف. هو قال الكلاس النيجاتيف، بما انه قال الكلاس النيجاتيف فهتبقى فولس نيجاتيف. يبقى احنا عرفنا الحرفين دول جايين من ايه، ان هما دول اساس الكونفيوجن ماتريكس، واساس برضو حساب القيم لباقي الايفالويشن ماتريكس، فمهم تبقى فاهم الرموز دي معناها ايه. طيب، معنى الفولس نيجاتيف دي ايه؟ هو الموديل قال ان هو عنده كانسر، ان هو ما عندوش كانسر، وطلع عنده كانسر،
والحالة دي حالة خطيرة جدًا، لإنه تخيل أنت شخص قُلت له إن هو سليم وطلع مريض، فالشخص ده مش هيتعالج يعني هتبقى خطر جدًا، ودي بنسميها type 2 error. طيب، وإحنا بنحاول نتجنبها. طيب لو الmodel لو الحقيقة إنه doesn't have cancer الpredict اللي طالع من الmodel إن هو has cancer، يبقى أول حاجة هتبقى false. طيب positive والّا negative؟ لأ، هو اللي طلع من الmodel إن هو has cancer فهتبقى positive. طب هو قال إن هو عنده cancer وهو طلع ما عندوش، ده بنسميها false alarm، يعني إنذار كاذب. أنا قُلت له إن هو عنده cancer وطلع ما عندوش cancer. طيب وآخر حالة بقى عندنا إن الحقيقة إن هو doesn't have cancer والmodel طلّع إن هو doesn't have cancer فالmodel طلّع prediction صحيح فهتبقى true. طيب الclass اللي طلّعه الmodel A هتبقى doesn't have cancer فده class negative فهتبقى true negative. دول ال4 قِيَم أو 4 رموز لازم تبقوا عارفين معناهم يعني إيه، وتبقى فاهم إنه الfalse negative معناها type 2 error، ده يعني مُصنَّف type 2 error وده خطر جدًا، وتبقى عارف برضه إن الfalse positive ده هو عبارة عن false alarm، بنسميه false alarm type 1 error، تبقى عارف القِيَم دي معناها إيه. وإنه الtrue طبعًا معناه إنه الmodel طلّع prediction صحيح، وإنه الfalse معناه طلّع prediction غلط، والحرف التاني ده يعبّر عن النتيجة اللي طلعت من الmodel، النتيجة اللي هو طلّع class positive والّا negative سواء صح أو غلط، بس الحرف الأولاني هو اللي بيحدد هل الmodel طلّع صح والّا غلط. طيب، ندخل على metric تانية وهي الaccuracy. الaccuracy بتقيس آآ نسبة التوقعات الصحيحة مقارنةً بكل التوقعات اللي الmodel طلّعها، يعني بتقيس نسبة الtrue على نسبة كل التوقعات اللي الmodel طلّعها. الtrue طبعًا هو الtrue positive والtrue negative، إحنا عرفنا الموضوع ده. طيب مثال عشان نوضّح الدنيا، دي كل التوقعات اللي الmodel طلّعها، الtrue positive، الtrue negative، الfalse positive والfalse negative، دول كلّهم اللي كانوا موجودين في الconfusion matrix اللي أنا شرحتها من شوية. الaccuracy بقى هتعمل إيه؟ هتقيس نسبة الصح اللي الmodel طلّعه صح اللي هم الtrue positive والtrue negative، تجمعهم وتقسمهم على كل التوقعات اللي الmodel طلّعها، الصح والغلط، تجمع ال40 مع ال50 مع ال5 مع ال5، فهي بتشوف نسبة الصح على نسبة كل التوقعات اللي طلعت من الmodel. فهي بتقيّم كده الoverall performance بتاع الmodel. طيب حد يقول لي طب ما كده الaccuracy زي الفل نعتمد عليها وخلاص ما نبصش على أي evaluation metric تانية. هاقول لك لأ، في مشكلة ساعات بتيجي مع الaccuracy. طب إيه هي المشكلة؟ ممكن ساعات تبقى مضللة. طب في أنهي حالة؟ ساعات بتحصل إن الdata تبقى imbalanced. يعني إيه؟ الdata مش متوازنة. آآ الclasses ما بتبقاش قد بعض. يعني لو عندي مثلًا 100 حالة، 100 حالة في المستشفى عندي، في 99 حالة منهم شخص سليم، وحالة واحدة بس شخص مريض. لو الmodel predict إن كل الحالات سليمة، فهتطلع كده لو قِسنا الaccuracy هتبقى 99%، بس الحقيقة إن الmodel فشل إن هو يتعرّف على الحالة المريضة فيهم، فالaccuracy هنا هتبقى مضللة لا يمكن الاعتماد عليها. فنستنتج هنا إنه الaccuracy لوحدها مش كفاية في الحالة دي، لازم نشوف evaluation metrics أخرى. ومن هنا بقى هننتقل على metric تانية هي الprecision. طيب الprecision بتقيس إيه؟ الprecision بتقيس لمّا الmodel يpredict positive بيبقى صح بنسبة قد إيه، والrule بتاعها الtrue positive على الtrue positive plus الfalse positive. يعني إيه؟ بتشوف اللي الmodel طلّعه صح من الtrue positive بتقسمه على كل الpositive predicted، يعني كل اللي الmodel طلّعه positive صح بقى أو غلط على اللي طلع فعلًا صح. فهي كده يعتبر بتعمل إيه أو معناها إيه؟ هي كده تعتبر بتقيس الquality بتاعة الpositive predictions، بتشوف كل اللي الmodel طلع معاه positive واللي طلع صح فعلًا منهم قد إيه.
فهي كده فعلًا بتقيس الquality of positive predictions اللي الموديل بيطلّعها. طيب عايزة أفهم معنى إن الprecision دي تطلع رقم عالي يعني إيه؟ معنى الprecision إن هي تطلع رقم عالي إن أنا عندي false positives قليلة، وإحنا قُلنا الfalse positive دي يعني إيه؟ الfalse positives هي الfalse alarms، يعني لو الprecision طلع رقم عالي ده معناها الfalse positives عندي قليلة، يعني الfalse alarms قليلة، ما فيش إنذار كاذب إن أنا مثلًا أقول على شخص إن هو مريض ويطلع سليم، دي عددها بيبقى قليل، ده لو الرقم بتاع الprecision طلع عالي، وده معناها برضه إن الmodel دقيق في الpositive predictions، لإن إحنا قُلنا إن هي بتركّز على الequality بتاعة الpositive predictions عن طريق إن هي بتشوف كل الpositive اللي طلع من الmodel وتشوف اللي صح منه قد إيه، نسبته قد إيه، دي الprecision. طيب عايزين مثال على الprecision، بيقول لِك لو الmodel تنبأ إنه 30 positive cases، دي كل الحالات اللي الmodel تنبأ إن هي positive. طيب بيقول لك في الحقيقة بقى طلع منهم 20 correct و10 wrong. حلو. الprecision هتبقى إيه؟ مش إحنا قُلنا بتقيس الquality بتاعة الpositive predictions، يعني هي بتقيس كل اللي الmodel قال عليه positive اللي هم ال30 بتبقى في المقام، وفي البسط بقى إيه، اللي طلع فعلًا positive صح، فهنجيب ال20 نقسمها على ال30 كده عرفنا الquality بتاعة الpositive predictions. طيب ننتقل بقى لحاجة تانية اسمها الrecall. طيب هي الrecall بتقيس إيه؟ بتقيس قد إيه الmodel عرف يcapture الpositives اللي موجودين في الdata. طيب برضه هو الrule بتاعها الtrue positive على الtrue positive plus الfalse negative. طيب أنا مش واضح لي أوي الrule ده. لأ، ليه؟ هي بتقيس نسبة الpositive اللي طلعوا فعلًا true على كل الpositive اللي موجود في الdata فعليًا. طيب الrecall بتركز على إن هي تcapture الimportant cases اللي موجودة في الdata. طيب ده معناه إيه برضه؟ الhigh recall دي معناها إيه؟ الhigh recall معناها إن أنا عندي few false negatives، يعني مثلًا مش هيبقى في حالات كتير من إنه أقول على الشخص ده إن هو سليم ويطلع مريض، الحالات اللي إحنا قُلنا عليها خطيرة جدًا. ماشي. إحنا ممكن بقى نطبّق بمثال عشان اللي ما كانش فاهم الrule عامل إزاي. إحنا الpatients الحقيقيين فعلًا 50 والpatients الdetected 40. أنا باركّز هنا على في الrecall على الdetected بنقسمه على الإيه، الpatients الحقيقيين فعلًا، فبنقسم ال40 على ال50 طلع لي إيه، 80%. يبقى أنا كده باعرف الmodel عرف يdetect الimportant cases بنسبة قد إيه، ده كده الrecall. حد يقول لي أنا اتلخبطت ما بين الprecision والrecall، إيه الفرق طيب؟ الprecision بتقيس الquality بتاعة الpositive predictions. طيب الrecall بتقيس الcoverage بتاعة الpositive cases بالنسبة لكل الpositives اللي موجودين في الdata بتاعتي، الpositives الحقيقيين. طيب الprecision بتركز على إيه؟ بتركز على الfalse positives، الfalse alarms بنحاول نقللها. طيب الrecall بتركز على إيه؟ false negatives، الحالات الخطيرة اللي إحنا قلنا مش عايزين مثلًا نقول على الشخص ده سليم ويطلع مريض في الآخر. فهي بتركز على الfalse negative. طب الprecision بتركز على إيه؟ prediction based. يعني إيه prediction based؟ إحنا في الrule بتاعها كان بيشوف الmodel طلّع قد إيه positive ونشوف اللي طلع صح منهم قد إيه، فهي تعتبر prediction based. طيب الrecall بتشوف اللي في الحقيقة قد إيه positive والmodel عرف يextract منه قد إيه، فهي reality based. طيب ممكن نقول برضه عليها الprecision إن أنا ممكن أثق في الpositive predictions بنسبة قد إيه، على حسب الرقم اللي طالع من الprecision أنا باجاوب على السؤال ده. طيب الrecall هل أنا عرفت أdetect all important cases؟ ده برضه سؤال للrecall. طيب دايمًا في trade off ما بين الprecision والrecall، هُم الاتنين مش ماشيين في نفس الاتجاه، لأ هُم opposite direction. لمّا أنا بازوّد الprecision ده معناه إن الfalse positives بيقلّوا، إن هم الfalse alarms بيقلّوا. طيب ده معناه إيه؟ إن عدد الpositives بيقل برضه، فده معناه إن الrecall هتقل.
وكذلك برضه إن أنا لمّا أزوّد الrecall ده معناه إن أنا هازوّد عدد الpositives هadetect more positive هاعرف أcapture more positive ده معناه إن الprecision هتقل، فده معناه إن هُم الاتنين في اتجاه معاكس. طيب ده بييجي بقى بيوديني لmetric تانية الF1 score. الF1 score باستخدمها لمّا أنا أكون عايزة أbalance ما بين الprecision والrecall إن هُم الاتنين في اتجاه معاكس، فأنا عايزة formula بتضم الاتنين مع بعض وده الrule بتاع الF1 score. 2 في الprecision في الrecall على الprecision plus الrecall هي بتجمع ما بين الprecision والrecall. حد يقول لي طب إحنا ليه ما نستخدمش الaverage وخلاص في الrule بتاع الF1 score بدل ما نستخدم الrule ده؟ لو استخدمنا الaverage في المثال اللي زي هنا لو عندي الprecision 100% والrecall 0% وأنا عايزة metric تجمع ما بين الاتنين تبقى تعبّر فعلًا على القيمتين بتوع الprecision والrecall الaverage هيبقى 50%. الموديل أصلًا وِحِش جدًا وتلاقي لي الaverage أو القيمة بتاعة الF1 score 50%. طيب يبقى القيمة دي برضه مضللة فمش هتعبّر عنها بطريقة كويسة، عشان كده باستخدم الharmonic mean في الrule بتاع الF1 score إن هو بيعاقب الF1 score على القيمة الصغيرة، يعني لو في قيمة صغيرة أوي هيقلل الF1 score عشان بيحاول يقلل الفرق ما بين الprecision والrecall في الrule اللي إحنا بنستخدمه. طيب إحنا إمتى بنستخدم الF1 score؟ لمّا أنا يكون الprecision بتهمني والrecall بتهمني وأنا عايزة metric واحدة بتbalance الاتنين مع بعض. طيب ده كده summary إمتى أستخدم كل metric من الmetrics اللي إحنا شُفناها. لو الdata set balanced ممكن نستعمل accuracy. طيب الprecision إمتى؟ لمّا يكون الfalse positive مُكلِّف. يعني إيه false positive مُكلِّف؟ إحنا قُلنا الfalse positive هي الfalse alarms يعني الإنذارات الكاذبة، يعني مثلًا system spam detection فأنا عايزة أdetect الإيميل ده spam والّا لأ، أنا مهم عندي أعرف الإيميلات الspam فلمّا يطلع عندي false positive كتير كل شوية أبُص على إيميل ويقول لي إن هو spam ويطلع مش spam في الآخر، فأنا عايزة أقلل عدد الfalse positive دي، لو طلعت عددها كبير الموضوع هيبقى مُكلِّف بالنسبة لي في الsystem فساعتها أستخدم الprecision. طيب الrecall لمّا الfalse negative تبقى dangerous إحنا قُلنا الfalse negative في حالات زي مثلًا في الmedical field إن أنا لو مثلًا cancer detection system وعايزة أdetect الشخص ده مريض والّا سليم، وهو طلّع لي إن الشخص ده سليم وهو طلع مريض، فأنا هنا الfalse negative خطيرة جدًا، ساعتها أستعمل الrecall. طب الF1 score لمّا باحتاج balance ما بين الاتنين، زي مثلًا لو أنا عايزة بقى system طبّي كامل، فأنا مش عايزة أقول على شخص مريض ويطلع سليم واللي هو false alarm ولا عايزة أقول على شخص إن هو سليم ويطلع مريض، فأنا باحتاج أbalance ما بين الاتنين، الحالتين بالنسبة لي عايزة أحقق balance ما بينهم، فساعتها أستخدم الF1 score. عايزين بقى نشوف real world examples في الprecision important في حالات زي الspam detection زي ما أنا قُلت لكم، عشان إحنا بنحاول نقلل الfalse alarms والrecall important في الcancer detection زي ما قُلت لكم والfraud detection عشان الحالات دي بتبقى الfalse negative خطيرة جدًا فيها، والF1 score لمّا باحتاج أbalance ما بين آآ الrecall والprecision وباستخدمها برضه في حالة الimbalance data set والmedical AI زي ما قُلت لكم برضه الsecurity systems عشان باحتاج برضه أbalance ما بين الاتنين. في الآخر عايزة أقول لكم إن ما فيش metric واحدة هي الأحسن دايمًا، اختيار الmetric بيبقى بناءً على الbusiness problem نوع الerror والdata distribution والAI engineer الشاطر هو اللي يختار الmetrics بناءً على الحاجات دي وياخد كل الحاجات دي في الاعتبار. بس كده، أنا خلصت الفيديو وأتمنى تكونوا استفدتوا.